السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده. بص بقى، في الفيديو ده وفي الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله اوعدك ان انت هتشوف حاجات مختلفه تماما عن المحتوى اللي موجود في الفيجوالز او الجرافيك ديزاين بشكل عام على اليوتيوب. وعايز اقول لك ان انا تركيزي الاكبر بيبقى على الفيجوال، فلو انت شايف ان انا ما بشرحش بشكل كافي موضوع اللاي اوت او التكست، في قنوات كتير جدا بتشرح الموضوع ده، فتقدر ان انت تاخد مني جزء الفيجوال وتاخد من القنوات التانية جزء اللاي اوت او التكست، بحيث ان انت تجمع هنا خبرات وهنا خبرات. وانا بشوف ان دي حاجة مفيدة جدا، ان انت برضو ما تركزش مع حد واحد، لا خد من ده حاجة وخد من ده حاجة، واطلع في الاخر باسلوبك وستايلك الخاص. فما تنساش لو انت كنت اول مرة تشوفني تعمل لي اشتراك للقناة، تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، كومنتك التشجيعي، عايزين نوصل ل 30,000 مشترك قبل ما شهر رمضان يبدأ او يخلص على حسب انت بتشوف الفيديو ده امتى. ويلا بينا نخش في الدرس. التصميم اللي معايا النهارده هو لبنك لكامبين خاصه برجال الاعمال انهم يفتحوا حسابات، وان في تسهيلات في الاقساط والقروض والحاجات دي كلها. فانا فكره التصميم الرئيسيه اللي عندي حاجه اسمها ملوك البيزنس. طيب ملوك البيزنس ده فكره الكامبين. اول حاجه عندي ان هي خاصه ببنك، فانا محتاج اظهر اول حاجه ان هي حاجه ريليتد لبنك، فيا اما اعبر عنها مثلا بفلوس يا اما اعبر عنها بالكريدت كارد. الشق اللي بعد كده بتاع البيزنس، يا اما ان انا لو هستخدم هيومن يبقى رجل اعمال، تمام، يا اما الالوان بتاعه التصميم نفسها بيبقى فيها حاجات اللي هي لاكجري شويه، او الحاجات اللي هي بتاع رجال الاعمال دي بتبقى تقريبا في الحاجات الغامقه، اللي هو مثلا الكحل الغامق، البني الغامق. خد بالك بالحاجات البيزنس كلها هتلاقيها كده بيبقى فيها ايه، وقار شويه. ملوك البيزنس عندي مثلا في ملوك دي اللي هو الف ب تاج مثلا، وعندي الراحه والرفاهيه بتاعه الملوك، وهو ده اصلا اللي بيعبر على البنك ان هي في تسهيلات وفي رفاهيه كتير في ان انت مثلا حاجات في البنك بيسهلها لك. فده كان المدخل بتاعي ان انا اوصل للفكره بتاعتي. فانا قلت لما قعدت ادور على ريفرنس على بنترست لقيت الكامبين دي، فانا لما قعدت اعمل انسبيريشن على بنترست وبيهانس لقيت الكامبين دي. الكامبين دي قديمه، كلنا ممكن ناس كتير مننا تكون شافتها. الكامبين دي كانت زمان، الكامبين دي تقريبا معموله سنه 2017، وقتها ما كانش في طبعا لسه موضوع الاي اي ده، فدي كانت معموله 3 دي. فعشان تعمل حاجه زي دي وقتها 3 دي ده طبعا كان الموضوع كبير قوي عشان تعمل حاجه زي دي، بس مع التطورات اللي موجوده دلوقتي في موضوع الاي اي بقى سهل تعملها. فانا فكره التصميم اللي عندي قلت خلاص انا هجيب كرسي، تمام، شخص قاعد على الكرسي، تمام، والكرسي ده هيبقى اللي هو الارم تشير اللي هو الكبير ده عشان تبقى حاجه راحه ورفاهيه وكده، واخلي الشخص ده ماسك في ايده بلالين زي الريفرنس اللي وريته لك ده. هيبقى اول حاجه في اكتر من بالونه في الخيط، هيبقى عندي اول حاجه كريدت عشان اعبر ان ده بنك، تمام، وهيبقى عندي حاجات بقى خاصه بالبيزنس، عندي مثلا كرافته بتاعه البدله، تمام، وعندي الفولدر بتاع الورق اللي هو بتحط فيه الورق ده، وعندي التاج الاساسي بتاعي. حلو. طيب انا الوان البنك اللي انا شغال عليه الوان الجايد لاين بتاعه درجات البيج، وبالتالي انا لو وظفت البيج ده في البني الغامق هطلع بنتيجه كويس ان تبقى دي الكالر باليت بتاعتي. فجيت فتحت ايمج اف اكس، اول حاجه عملت جنريت للراجل وطلع معايا الراجل ده. طب انا كتبت له هنا في الوصف ايه؟ كتبت له الوصف ده ان انا عايز شخص بيزنس مان يكون لابس بني، وبتكتب له لون الحاجه اللي انت لابسها لان دي الكالر باليت. يعني انا لو هعمل باك جراوند بيج فمحتاج يبقى في كونتراست، فخلي الراجل لابس الوان غامقه من نفس الكالر باليت اللي احنا قلنا دي يبقى بني غامق، ويبقى ماسك بالونه في ايده وقاعد على كرسي ابيض وايزوليتد اون وايت باك جراوند، واخلي الابعاد بتاعه التصميم عندي بورتريه عشان يجيب لي الجسم كامل. طيب اي تصميم بتشوفه او اي حاجه بتشوفها بتعجبك بيبقى فيها تريكايه، يعني اي فيجوال بيبقى فيه تريكايه. التريكايه دي ممكن تبقى في الالوان، ممكن تبقى في استوكايه مختلفه، ممكن تبقى في برسبكتيف، ممكن تبقى فكره معينه. هنا التريكايه كلها في ان كل حاجه معموله بالبالون بالبلالين او بالماتيريال بتاع البلالين، ودي ستايل اسمه انفليتابل. لو خدت بالك اصلا اسم الكامبين انفليتابل فورنيتشر، اللي هي الانفليتابل دي اللي هي الحاجات المنفوخه، وهنستخدم المصطلح ده واحنا دلوقتي بنعمل جنريت للصور الاي اي. فالمهم انا اخدت الراجل ده عملته، تمام، وعايز بقى الايتمز التانية دي كلها اجيبها بالبلالين. فاجيبها بالبلالين ازاي؟ هنفتح برضو موقع ايمج اف اكس، وكل اللي انا هكتبه له ان انا هقول له عايز بالونه منفوخه ان شيب اوف. ان شيب اوف دي يعني على شكل ايه؟ فقلت له بعدها فولدر بيبر، تبقى على شكل الفولدر بتاع الورق، والفولدر ده
حبيت اللون بتاعه يبقى اصفر لان انا محتاج الكالر باليت بتاعتي كلها تبقى قريبه من بعض، وايزوليتد اون وايت باك جراوند. زي ما عملت ده هتعمل في الباقي. هنشيل مثلا هنا الفولدر وهنكتب بزنس باج وهنشيل اللون الاصفر ونحط اللون البني، وهكذا هنا هنكتب سو تاي وهنشيل اللون الاصفر ونحط اللون حتى دي هتشيل برضو، هتكتب ان انت عايز كريدت كارد وتحط اللون بتاعك سواء اصفر او بني اللي انا جبته. والارم شير نفس الفكره، هتقول له هيتبقى بس عندك الارم شير، هنكتب له ان انا عايز انفليتابل بالون على شكل ارم شير وهتكتب له اللون بتاعه. هتبدا تعمل كرييت تاني هيطلع لك النتيجه اللي موجوده دي. هنيجي بقى نشوف التصميم وايه الحاجات اللي انا عملتها في التصميم. هتلاقيني مثلا حطيت الكرسي عندي تمام، وبعدين عملت الشادو بتاع الكرسي، وانا بصراحه بقيت بشوف ايه اللي يوفر معايا وقت ويطلع معايا باحسن نتيجه، ففتحت بيكسل سكواد واخدت ارم شير واخدت نفس الشادو بتاعه حطيته عندي هنا في التصميم. وبعدين جيت بعد كده حطيت التكوين بتاعي، فقلت مثلا احط البالونه دي واحط البالونه دي فوقها زي ما انت شايف كده. حطيت التكوين بتاعي بالزوايا المختلفه بحيث يبقى برده مريح للعين. وجبت بعد كده بلالين صفرا لوحدها عادي، ستوكات لوحدها، وحطيتها عشان توزن لي معايا التكوين بالشكل ده. وقلت انا هفرض ان مصدر الاضاءه عندي جاي من الوش، فبالتالي هتبقى في لسعات اضاءه كتير في العناصر زي ما انت شايف كده، وحسيت ان الدنيا مظبوطه يعني. طيب احنا مثلا ممكن عشان نبدا نزود تاثير البلالين ده ممكن نعمل كده لير بيضه على كل اوبجكت من اللي عندي، واختار البرش باللون الابيض وتبدا تمشي على الحاجات دي تخلي المود بتاعها اوفرلاي. لما تمشي على الحاجات دي وتخلي المود بتاعها اوفرلاي بص بتلاقيه زود لك الافكت بتاع الحاجه. ممكن نخف بس الاوباستي شويه، تبدا تمشي على الحاجات دي اصلا اللي مبينه لك الماتيريال بتاعه البلالين دي، يعني تبدا بقى تمشي معاها وتصغر البرش وتعيد على لسعات الاضاءه اللي عندك دي مثلا تمام. فتبدا ان هي تديك اكنها كده سنه ريتاتش زي ما عملت هنا. تبدا ان انت تعمل في كل عنصر من العناصر اللي عندك دي. انا مثلا هعمل لسعه اضاءه هنا بيضه خليها زي ما قلنا اوفرلاي، وعندي برضو دي هنا عندي مثلا ممكن الصغيره اللي هنا دي، وهكذا. تقعد بص اتجسمت قوي ازاي كده قبل كده بعد. تبدا بقى تعمل في كله الكلام ده. طيب هيقابلك بقى مشكله كبيره، وهي ان انت بعد ما حطيت الاستوكات طبعا دي ما كانتش هنا، كانت هنا، واخدتها كررتها هناك عشان اخد التانية وعكستها تمام. وعملت كنترول يو خليت دي كلرايز، وبدات اختار بالنسبه للاصفر تمام اللي هي مثلا الدرجه دي، ومن كنترول ام من الليفلز بدات افتحها لحد ما وصلت للدرجه دي. هيقابلك بقى مشكله ان انت عايز تعمل حبال البلالين دي مش هتعرف تجيبها جاهزه، لان انت هنا حاطط التكوين بوضعيه معينه، فمحتاج الخطوط بتاعتك تبقى وضعيه معينه. طيب هنعملها ازاي دي؟ اول حاجه هنعمل لير فاضيه تمام، وهنختار البرش. هنخلي المقاس بتاع البرش مقاس، هخليها مثلا مقاس الحبل العادي اللي هو كده حلو تمام، واخلي الهاردنس 100%. وهنيجي نعمل بقى؟ هنيجي نختار البين تول تمام، وهنرسم مثلا الحبل كده. حبل البالونه ما بيبقاش طالع خط عدل، لا بيبقى فيه تموجات شويه نتيجه ان الهواء بيأثر عليه، فتبدا مثلا تعمل كده تمام. في كسرات عندي، ونقوم عاملين كليك يمين نختار ان دي تبقى ستروك بس، ونخلي دي برش. هو كده هيعمل خط باعدادات البرش بتاعتك، فانت تتاكد اول حاجه ان البرش الهاردنس 100%، الاوباستي 100، والفلو 100 عشان يعمل لك الحبل بالشكل ده. طيب بعد ما عملناه كده هنقوم جايين مختارين ان هو يبقى جريدينت، وتبدا تختار ان هو يبقى جولد، حاجات الجولد. طب هتجيبه منين الجولد؟ هجيبه مثلا من اي ايتم عندي، يعني هختار هنا، هضغط هنا واختار اقول له اللون ده انا مثلا محتاجه اللون الغامق ده، في النص ابيض وفي الناحيه الثانيه اللون مثلا ده، فهو كده هو عمله لك جولد. هتيجي على النيو ستايل دي تضغط عليها عشان نخلي ده ستايل، ومن ويندو هتفتح قائمه ستايلز هتلاقي عندك ده. طب انا عملت ده ليه؟ عملت ده عشان مش كل مره اقعد اعمل الخطوات دي. عايز بقى تعمل حبل تاني، مجرد ما هتعمل كده وترسم الخط بتاعك مثلا كده وتقوم جاي بقى نقطه النهايه بتاعتهم تبقى واحده تمام، ونقوم جايين عاملين ان دي تبقى ستروك بس برش، هيعمله لك باللون الابيض، تديله ده خلاص بقى بنفس الماتيريال بتاعتك. هتقعد
تعمل خطوط الحبال كلها كده تمام، حتى الحاجات اللي فوق دي. وبعد ما تخلص هتدي سمارت اوبجكت، حاسس مثلا ان دي محتاجه تتجسم شويه، فتقوم بقى عامل ماسك على اللاير دي ومختار هاردن الزيرو، وعامل هنا ايه لسعه اضاءه مثلا، عامل هنا لسعه اضاءه، فيبدا ان هو يجسم لك الحبال اكتر. عايز هتيجي بقى في الاخر هتغمق شويه الجزء اللي عندك ده، لان ده مثلا منطقه ايه شادو، فتبدا ان انت تعمل شادو كده وتخفف الاوباستي بتاعها، وتقوم جاي هنا ماسح الجزء ده، لان هو كده بقى دخل في كف الايد من جوه، وضغطين الت وخلاص هو كده دخل لجوه تمام. لو خدت بالك في الاستوكيه اصلا هتضطر تشيل الحبل ده، وده بالايمج بجنريتيف فيل، لان ده اصلا جاي من غلط، هو المفروض بيجي من كف الايد من جوه، انا عدلتها بص خليته جاي من كف الايد من جوه. وده هتحتاج تشيله اللي فوق ده لان مستقيم، لان هي بالونه واحده فوق، انما انت عندك حبل يمين شمال بزوايا مختلفه، فمحتاج ان انت دي تبقى مانوال بتاعتك انت تعملها. وجيت عملت الباك جراوند بتاعتي عادي باللون البيج ده تمام، وقمت فاتح كاميرا رو. هتلاقي عندك في الافكت هنا حاجه اسمها الفيجن دي، تبدا ان انت تسحبها شمال عشان يديك الحدود بتاعتك باللون الاسود كده تمام. كست عندي، وبعدين فتحت فريبك، جبت اللوجو التاج قمت واخده حاطه هنا عشان الدنيا يعني يبقى فيه ايه حركه في الحته اللي عندي. طيب هل انا مش هقدر اجيب الحاجات دي كلها اللي فوق دي استوكايه واحده من ايمج اف اكس؟ كنت هتقدر، بس هتلاقي في حاجات بايظه. ثانيا انت كده الاي اي اللي شغالك مش انت اللي شغلته. ليه بقى؟ لان هو ادالك استوكايه واحده مفيش حاجه ان انت تعدل فيها. يعني مثلا خلينا نفترض ان دي استوكايه واحده، لو عايز تعدل حاجه هنا هتبدا ان انت تقصها وتفصلها في لير لوحدها. طب ليه؟ طب ما انا اجيب كل حاجه لوحدها وافهم انا ببحث ازاي واكون المنظور ازاي واوزن الكتله ازاي. طب انا مثلا البالونه دي لو مش موجود عندي، الحته دي مش موزون، لا ده انا احط بالونه، طب هحطها كبيره ولا صغيره؟ فتبدا ان انت ايه تتعلم حاجات مختلفه، ما تعتمدش على الاي اي ان انت تاخد الصوره كامله تحطها وتحط التكست بتاعك. وبس كده اكون وصلت معاك لنهايه الفيديو. قولوا لي رايكم في الكومنتات، لان الفيديوهات دي بتبقى سريعه. هل اعمل الفيجوال واشرح اقول ايه اللي انا عملته واقول لك التريكات اللي في التصميم فين وتعملها ازاي، زي ما احنا قلنا ازاي نجيب الحاجات بماتيريال البالونه ونعمل تكوين ازاي والتريكايه بتاع الحبل ده وشكرا، ولا من الاول خالص وتبقى مده الفيديوهات طويله؟ هستنى رايكم في الكومنتات. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناه لو انت ما كنتش مشترك، وتسيب لك كومنت تشجيعي، واشوفكم في فيديوهات جايه اقوى واقوى. سلام.